المؤرخ المصري عبد الرحمن الجبرتي ذكر إن في عصر الدولة العثمانية كان في مملوك معروف اسمه سليمان بيك الأرمني، وكان معروف ببارم ديلو أو بارم ديلو، واحد من أهم الأمراء اللي ذاع صيتهم في مصر في الفترة دي، وكانت رتبته سنجق أو لواء يعني دلوقتي. بعد وفاته جه ابنه عثمان، والواد زي أبوه برضه كانت رتبته سنجق أو لواء، والناس كانت بتوصفه بأنه فارس وهمام وكان شجاع جدا. سنة 1715 حصلت حرب بين عثمان ومحمد بيك قطامش. تفتكروا بقى عثمان كان شجاع؟ لا، عثمان هرب واختفى واستمر في مخبأه 5 سنين لحد ما مات سنة 1720 في عز شبابه، كان عنده 37 سنة. ومن يومها المصريين بيضربوا بيه المثل على أي واحد بيدعي الشجاعة أو بيتفاخر بنفسه، ويقولوا له إيه؟ أنت فاكر نفسك ابن بارم ديلو؟ اكتبوا لي في الكومنتات كم مرة قابلتوا ابن بارم ديلو في حياتكم.